رمضان جاء، نعم النعم نلنا الرجاء. أهلا بأيام الهنا، من صامها بلغ المرام، ملئت ليالينا السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إن ثمرة الصيام الأساسية هي تقوى الله عز وجل، وتقوى الله هو امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. يكتسب فيها الصائم أخلاقا جليلة، ويتخلص من صفات ذميمة، ويتعود على ترك المنكرات، ويقلع عن مقارفة المحرمات. والصوم يربي في النفوس ملكة التقوى والمراقبة، ويربي فيها ملكة التحمل والصبر. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، فإذا كان صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل، فإن سابه أحد أو شتمه فليقل إني صائم إني صائم. في هذا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيه صفة التحمل والعفو والصفح عن الآخرين. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، وكان عندما يلقاه جبريل أجود من الريح المرسلة. فالصائم يتعلم من صيامه الكرم والعطاء والإحسان والعفو عن الآخرين، ويتعلم أيضا من صيامه العفة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصيام فإن له وجاء. ويتعلم الإنسان من صيامه حفظ اللسان. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا ابتهاج المسلمين فرحا بما حملت يدها، يدعون رب العالمين أن يغنموا مما حبا.